والنهارده يا حبايبي عملت معاكم طاجن المحشي الكرنب ده في الطاجن كده بطريقه بسيطه وسهل ني في ني. يا رب تعجبكم الطريقه. سهله جدا، جربوها. خشوا الفيديو شوفوا احنا عملنا طاجن المحشي ده ازاي، محشي كرنب. يا رب تعجبكم الطريقه يا حبايبي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده محشي كرنب بطريقه بسيطه هنسويه في الطاجن. انا معايا هنا بصلتين، ومعايا هنا فلفل رومي، ومعايا قرن فلفل حراق، ومعايا طماطم، وهجيب كمان فصين توم. كل ده هخرطه ني في ني، وبعدين نتعامل معاه مع الرز ونبدأ نحشي مع بعض الكرنب واوريكم احنا هنحشيه ازاي ونحطه في الطاجن ازاي. كده يا حبايبي انا خرطت البصل كده على ايديا، هديله بس يا دوب تشويحه كده مع الزيت، مش هنحمره عشان بعد كده هنحط عليه الخضره بتاعتنا ني في ني، هيبقى محشي ني في ني. ابدا بقى اقطع الطماطم والفلفل. كده يا حبايبي قطعت الطماطم زي ما انتم شايفين، وهنا الخضره والفلفل والبصل هنحطه بقى كله على بعضيه ونحط له الزيت والملح. كده يا حبايبي حطيت البصل مع الطماطم مع الخضره والفلفل، وحطيت كمون، وحطيت كان عندي هريسه حطيتها اساس اللي بيحبوا سبايسي يحط هريسه، وبقلبه. وبعدين شويه نعناع ناشف، النعناع بيديله طعم كمان حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده انا مقطعاه بالسكينه، بيدي طعم جميل جدا، وطعم الطماطم بيبان لان الطماطم الايام دي مش حلوه. بدل ما نحصرها ونحط صلصه، لا احنا نعملها كده مكعبات، بتبقى جميله وطعمها جميل، وبتبقى ريحه الاكل كده جميل ني في ني. هوريكم بقى انا هعمل ايه في طريقه الحشو اللي هنحطها في الطاجن. حطيت الرز بقى عليه يا حبايبي كده، وهفضل بقى اقلبه لحد ما يتجانس كله مع بعضه، الرز مع الخضره مع الطماطم والفلفل كله يخش في بعضيه كده، ونبدا بقى نحشي مع بعض. بنجيب كده يا حبايبي ورقه الكرنب زي ما هي كده، يا دوب بنشيل العرق منها وبنحطها، بنفردها اذا كانت صغيره بنلفها مره واحده، كبيره بنقسمها شويه، وبنجيب الرز بنحطه كده بطول ورقه الكرنب، ونبدا بقى نلفه زي ما قلت لكم. لو الورقه صغيره هنلفها كلها ونحطها مره واحده، وهنجيب الطاجن. ما انا مش حاطه فيه حاجه لان هو جرانيت فما بيلزقش فيه حاجه، انما حابه تحطي تفرشي تحتيه بصل وطماطم، عندك مثلا فراخ وعاوزه تحطيها حطيها. هنبدا بقى نرصه كده ونعمل واحده تانية. طبعا عندنا الكرنب الورق الاخضر بنبدا بيه، ونخلي الابيض هو اللي في الاخر. ورقه الكرنبه كلها زي ما هي اهي، هبدا افصل بس العظميه بتاعته كده، اهي بنشيلها كده بالسكينه. لو انت هتعمليه في حاجه مثلا مش تيفال او مش جرانيت، ممكن زي ما قلت لك تحطي فيه بصل وطماطم، يا تحطي لو عندك تحطي فراخ تحطي، عاوزه تحطي عروق الكرنب تقطعيها رفيع وتحطيها. دي عشان كبيره انا قسمتها نصين بس خليتها على نفس طول الورقه اهي. هنا الورقه زي ما هي طويله اهي، عشان احنا هنحشيه ونعمل له رول ونلفه في الطاجن. بنحط الرز كده نوزعه كده، متملهوش كتير. بنجيب الحرف كده بنلفه عليه، ما بياخدش منك وقت وبيطلع جميل جدا. ممكن بقى لو في حرف رفيع كده ممكن تلفيه عليه
تقفلي الصباع علشان ما يطلعش منك رز. هو ما بيطلعش ولا حاجه، بس برضه احتياط اهو. نجيب الطاجن اهو ونبدأ نلفه كده بالمنظر ده. هكمل برضو واحدة معاكم. لو حابة تحطي مثلا فراخ بانيه وركمة رخلية، ممكن ترصيها في الأرضية وتحطي عليها المحشي. أنا مش عاملاه بحاجة من دي فهحطه كده، إنما عندي مرق هسقيه بيه. اي طولها بقى، تطلع طولها صغير كبير، هتحشيها وهتحطيها بنفس الاسلوب، تكملي بيها الصف، يبقى اللور محشي ملفوف في الطاجن. بيسهل عليك المحشي ولا تقعدي تقطعي صباع صباع وتغيري. بدل ما تسويه على البوتاجاز ممكن تحطيه في الفرن، ممكن الاول تديله تسويه بره على البوتاجاز وتكملي الباقي في الفرن. عملنا اللور اهو، صباع ملفوف. هنيجي برضه في الطاجن كده وهنرصه جنب الباقي. نبدأ نكمل بقى العملية دي كلها كده لحد ما نخلص الطاجن ونولع عليه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا عملت صف وهعمل كمان صف تاني وكده، يعني هستكفى بالصفين دول واقوم اسويه. زي ما وريتكم برضو، احنا بنفتح الورقه، نشيل العظميه بتاعتها ونرص كده الرز، ناخده على الحرف كده. طبعا احنا بدأنا بالورق الاخضر، وبعد كده الورق الفاتح شويه اهو. بنلفه كده ونبرم الصباع وناخد كمية الورق اللي احنا عاوزينها من الورقة الكبيرة نفسها، بس ما ناخدهاش طبعا كلها عشان ما يبقاش الصباع مجلد. هنبدأ بقى الزيادة، نروح قاطعينها كده بالسكينة ونعملها تاني، تطلع صباع، تطلع مساعد صباع، الله اعلم. اهي اهو لفينا الصباع ده. هنعمل بقى صف تاني كده، نعمل صف تاني في الطاجن كده ونكمل بقى الدور ده كله، وبعد كده نولع عليه كده يا حبايبي. انا عملت كده الطاجن خلاص اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه قرنين فلفل رومي. وهروح بقى على البوتاجاز نولع عليه الشرب، وبعد كده نحطه في الفرن ياخد طبقه. بصوا يا حبايبي، انا كده حطيتها على النار، وعندي هنا بقى مرق سخن. هبدأ اخد المرق واسقيها واغطيه واسيبه لحد ما يستوي، ونحطه بعد كده في الفرن تحت الشوايه. ممكن كمان ما تحطوش في الفرن براحتكم. اما يطلع بقى ويهدى كده نقطعه بالسكينه ونحضره كده يا حبايبي. المحشي يعتبر استوى. هنحط بس عليه حته السمنه على الوش كده، نلمع بيها الوش ونحطه تحت الشوايه، ياخد وش كده. يبقى كده خلصناه ونحضره للغدا. تاكلوا احلى محشي، نكمل سواه وتحميره في الفرن، يبقى جميل جدا. ومعلقه السمنه دي بتديله طعم في الاخر كده، طعم جميل. نطفي بقى عليه هنا ونروح نوديه الفرن.